السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الأخبار؟ إن شاء الله في الفيديو ده أنا هشرح ال 3D انيميشن ستايل، الستايل ده يمكن كتير منكم شافه قبل كده، ويمكن كتير منكم برضه فاكر إن هو صعب أو معقد، ولكن في الحقيقة خطواته بسيطة وسهلة، وده اللي احنا إن شاء الله هنشوفه مع بعض في الفيديو ده، فبس كده شوفوا دلوقتي الفيديو اللي أنا عملته علشان تعرفوا إزاي احنا هنطبقه مع بعض. iPhone is the most popular smartphone in the world. وقبل ما نبدا الشرح بتاعنا فانا هسيب لكم كل حاجه انا استخدمتها في الفيديو ده تحت الفيديو في الوصف، ولكن مش هسيب البروجكت فايل. البروجكت فايل هتلاقوه في الكورس بتاعي، كورس مونتاج المحتوى كونتنت اديتنج ماستري، وده كورس هيعلمك ستايلات كتير في المونتاج، وهيعلمك ازاي تقدر تعمل مونتاج للريلز بشكل احترافي ومونتاج ال 3 دي. فبس كده لو انت مش مشترك دلوقتي تقدر تنزل تشترك برضو من الرابط في الوصف، ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده وخلينا نبدا. طيب زي ما انتم شايفين دلوقتي ده كده الكومبوزيشن بتاعي، ودي الاعدادات بتاعته. هو معمول على 1080 في 1920، والفريم ريت بتاعي على 25 فريم، مفيش اي داعي ان انت تخليه 60 فريم على فكره، والدايوريشن بتاعي هو نفس طول الفويس اوفر اللي هو ده. iPhone is the most popular smartphone in the world. طيب خلينا دلوقتي نبدا باول حاجه معانا، وهي ان احنا نعمل الكومبوزيشن بتاعنا او التكوين. ففي البدايه احنا محتاجين نجيب الحاجات اللي احنا نبدا نشتغل بيها، زي الايفون الاولاني اللي هو ايفون 1 وايفون 17 برو ماكس اللي هو اخر ايفون نزل، بس محتاجين نجيبهم 3 دي. فانت ممكن لو دخلت على سكتش فاب هتلاقي عليه كل الحاجات اللي انا بستخدمها ك 3 دي elements، وفيها حاجات كتير فري بالمناسبه. يعني مثلا لو كتبنا هنا ايفون بالمنظر ده هتلاقي فيه حاجات كتير ظاهره معانا زي ما انتم شايفين، ولكن انا علشان محملهم بالفعل فده كده اول ايفون. تاكد ان الصيغه بتاعتك على دوت جي ال بي، وهي دي الصيغه اللي بتدخل جوه افتر افكتس، فهنشدها ونحطها كده. هنخلي السكيل بتاعنا مثلا على 50%، وهنلاقي شكل الايفون بتاعنا نزل بالمنظر ده. بس طبعا هو علشان شكله كبير قوي فخلينا نصغره، وده كده هو الايفون بتاعنا 3 دي بالشكل ده. طيب لو انتوا عارفين احنا مش هينفع نشتغل على الاليمنتس دي في نفس الكومبوزيشن الاساسي اللي احنا نشتغل فيه على بقيه الفيديو، فبالتالي انا اول حاجه هعملها كليك يمين وهضغط على بري كومبوز، وهسمي ده ايفون، واعمل هاش مثلا زي كده عشان ابقى معلم. فاحنا كده عملنا كومبوزيشن بس مخصوص لايفون 1. وكمان هخلي الطول بتاع الكومبوزيشن بتاعي مش 30 ثانيه زي كده، لا انا هروح عند كومبوزيشن سيتنجز واخليه بس على 5 ثواني، وده لان انا فعلا مش محتاج اكتر منهم. كمان انا هروح عند الكومبوزيشن الاساسي بتاعي وهجيب تاني ايفون اللي هو ايفون 17 برو ماكس، وهنزله بالمنظر ده، وهعمل فيه نفس الكلام كليك يمين بري كومبوز ايفون 17 هاش عشان ابقى معلمه برضو، وبس كده. ده كده الكومبوزيشن بتاع تاني ايفون، وبرضو هخلي نفس الطول بتاعه على 5 ثواني بس. فكده نبقى احنا عملنا الاثنين كومبوزيشنز دول زي بعض بنفس الاعدادات. طيب خلينا دلوقتي نروح عند كل ايفون او كل شكل ونبدا نحطه في النص، وكمان نبدا نصغره بالشكل المناسب. يعني مثلا ايفون 1 ده شكله كده هيكون مناسب قوي معانا. وكمان خلينا نجيب الانكر بوينت تول ونخلي الانكر بوينت بتاعتنا في النص بالمنظر ده. فده كده بالنسبه لاول ايفون. بالنسبه لتاني ايفون هنعمل فيه نفس الكلام، هنروح نختاره ونضغط على حرف الار علشان نبين الروتيشن بتاعه، ونبدا نظبط فيه بحيث ان احنا نبقى شايفين ظهره بالشكل ده كده. وكمان تعالوا نجيب الانكر بوينت بتاعتنا ونخليها في النص بالمنظر ده. كمان نخلي الايفون بتاعنا موجود في النص كده، ممكن نصغره شويه. فده كده تاني ايفون معانا. فاحنا كده عملنا اول ايفون وظبطنا مكانه، وتاني ايفون وهو كمان ظبطنا مكانه. طيب خلينا دلوقتي نرجع لاول كومبوزيشن معانا اللي هو الاساسي ونبدا نشغل. iPhone is the most popular smartphone in the world. اوكي انا عايز عند اول حته اللي هي دي iPhone is the most ذا موست، وعند ذا موست انا عايز بس ابقى مبين ايفون 1، فبالتالي ايفون 17 ده انا هجيبه هنا بعد النص. فلو جينا نشوف هنبدا كده iPhone is the most popular. وعند popular انا هجيب بقى ايه ايفون 17 وهبدا ابينه. وكمان هضغط على كنترول شيفت دي علشان انا مش محتاج الزياده دي، ممكن امدها حاجه بسيطه وبس كده. اللي انا محتاجه بعدين هو ايفون 17. طيب بعد كده خلينا نبدا نحط الكتابه بتاعتنا على الاشكال اللي احنا عملناها. فهنا انا بقول iPhone is the most popular. ايفون از ذا موست، فخلينا نجيب التكست تول بتاعتنا ونضغط هنا ضغطه واحده بس، ونختار الفونت المناسب. انا مثلا هختار انتر، وهختار الوزن اللي هو السيمي بولد منه، وهكتب ايفون بالمنظر ده، وهبدا اصغره بحيث ان هو يبقى كده. مثلا ممكن اجيبه اخليه هنا، وهنهي التكست لاير بتاعتي مع نهايه اول لاير اللي هي بتاعت ايفون 1، بحيث ان الاثنين ينتهوا مع بعض كده. وخلونا نكمل باقي الكلام. iPhone is the most. هنا هنبدأ نقول is the most، فخلينا نجيب التكست تول بتاعتنا نكتب هنا is، وزي ما هي خلينا نبدأ بس التكست لاير بتاعتنا من هنا وننهيها هنا، ونعمل منها نسختين بالشكل ده كده. ناخد تاني نسخة وننزلها لتحت شوية ونكتب هنا ذا، وناخد تالت نسخة وننزل بيها برضو لتحت شوية ونكتب هنا most. هيبقى كده is the most، وناخد التلاتة نحددهم مع بعض ونعمل لهم align
vertically بحيث ان هم يبقوا على نفس البعد بالتساوي مع بعض. يعني قبل كانوا كده زي ما انتم شايفين هنا الاتنين دول مقربين، ولكن بعد بقوا كده، بقوا على نفس التساوي كلهم مع بعض. ممكن بس ايه نرفع ده لفوق شويه، كمان نرفع ده لفوق بحيث ان هم يكونوا مقربين من بعض اكتر من كده. ممكن بعد كده نقرب از شويه كده وناخد كمان موست نخليها كده، وممكن نحدد التلاتة بس نصغر حجمهم مع بعض، ونبقى احنا كده كتبنا اول سين وهو ايفون از ذا موست. خلينا بقى نقفل ده كله ونروح لتاني سين اللي هو ده Popular smartphone in the world. نفس الكلام. خلينا نجيب التكست لاير بتاعتنا ونيجي هنا في النص ضاغطين ضغطه ونكتب popular، نضغط على كنترول A ونكبر حجمها شويه بالمنظر ده. ممكن نخلي السبيسنج بتاعنا على 0 وننزلها شويه بالمنظر ده كده، وكمان نخلي بدايه الكلام بتاعتنا من هنا لحد الاخر. نفس الكلام هناخد اللاير دي كنترول C كنترول V علشان نعمل منها نسخه، وننزل بالنسخه الثانيه ونكتب سمارت فون، ونيجي مصغرين حجمها بالمنظر ده ونطلعها فوق. واخيرا خلينا نجيب التكست تول بتاعتنا ونيجي ضاغطين هنا ونكتب in the world ونصغر حجمها بالمنظر ده. ممكن كمان نخلي السبيسنج بتاعنا على -20. وخلينا ناخد اللاير بتاعت الايفون 17 برو ماكس ونطلعهم بحيث ان احنا نسبلت الجزء اللي تحت اللي هو كان اول لقطة عن الجزء اللي فوق اللي هو تاني لقطة. فلو شغلنا كله دلوقتي وجينا نشوف iPhone is the most popular smartphone in the world. فاحنا كده دلوقتي ظبطنا الكومبوزيشن بتاعنا، حطينا كل حاجه احنا عايزينها في اماكنها من غير ما نحرك اي حاجه. خلينا دلوقتي نروح لتاني خطوه معانا، وهي خطوه ان احنا نعمل انيميت لكل الحاجات اللي احنا حطيناها دي. هنعمل انيميت للتكست وهنعمل انيميت للاشكال ال 3 دي او الايفونز اللي احنا حطيناها، الايفون 1 والايفون 17. تعالوا نحط تركيزنا دلوقتي الكامل على الايفون 1 ونحركه ونلغي تركيزنا من اي حاجه تاني. اول حاجه اتاكد ان من الفيور بتاعك انت عامل الفيو على ادفانسد 3 دي في الكومبوزيشن بتاع الايفون. وخلينا دلوقتي نبدا نعمل انيميت للشكل ده. احنا محتاجين الشكل ده يبدا في الاول بحركه علشان نعمل له انيميشن للدخول. فانا بالنسبه لي هضغط على حرف الار علشان ابين البروبرتي بتاعت الاورينتيشن وابدا اعمل لها كي فريم زي ده، وهطلعه قدام شويه وهاجي هنا مكان ما انا واقف اللي هو في بدايه الكومبوزيشن وهبدا احرك في الايفون بتاعي. فمثلا ممكن يبقى عامل كده وممكن يبقى عامل كده وممكن كمان يبقى لافف شويه بالمنظر ده، وندخل يبقى نهايته كده، ولكن نهايته هنميلها ايه شويه، ممكن تبقى كده مثلا، وممكن نحركها بحيث ان هي تبقى مايله شويه. فيبقى الايفون بتاعنا هيبدا من هنا ويفضل يمشي يقف هنا. ممكن هنا بعدها بشويه نبدا نعمل ايه، ممكن مثلا نضغط على كنترول ونوديه ناحيه الشمال شويه، كمان نلفه شويه ناحيتنا نعدله بالمنظر ده ونطلع ده اخر كي فريم بحيث ان هو بعد كده يبدا يتحرك حركه سموز معانا بالمنظر ده. طيب دلوقتي خلينا نحدد اول 2 كي فريم ونضغط على F9 وبعد كده نروح عند الكيرف بتاعنا وناخد اول 2 كي فريم، نشد تاني واحد ناحيه الشمال ونشد كمان اول واحد ناحيه اقصى الشمال، ونمسك تاني كي فريم اللي هو ده ونخليه بالمنظر ده بحيث ان دول الاثنين او اخر 2 دول ما يكونش في بينهم اي ايزنج، يبقوا ماشيين بشكل لينير. طيب لو جينا نشوف دلوقتي فده كده شكل الانيميشن بتاعنا بتاع دخول الايفون الاولاني. نفس الكلام نروح بقى للايفون 17 برو ماكس ونعمل نفس الحاجات بالظبط. خلينا اول حاجه نعمل كي فريم للاورينتيشن ونطلعه قدام شويه، واثناء ما احنا واقفين هنا نبدا نلف الايفون بتاعنا ناحيه الشمال، وممكن نميله شويه كده، ممكن نرجعه لورا شويه، ونيجي هنا عند اخر كي فريم هو كمان نميله شويه ونقلبه شويه لورا بالمنظر ده، نميله ناحيه اليمين شويه كده مثلا، ونيجي بعد تاني كي فريم ممكن هنا نخليه يلف شويه حوالين نفسه، ونحدد اول 2 كي فريمز نعمل لهم ايزنج ايز اوت اند ان، ونختار تاني كي فريم نوديه اقصى الشمال، واول كي فريم نوديه برضو اقصى الشمال، نختار تاني كي فريم من الناحيه التانيه نوديه برضو اقصى الشمال. ولو جينا نشوف دلوقتي فده هيبقى شكل تاني انيميشن للايفون 17. وطبعا نتاكد ان ال 3 دي بتاعنا هو على ادفانسد 3 دي، هو كده بيبقى معمول، بس انا بقول لك تتاكد بحيث ان انت تميك شور ان هو كده مش متغير، او ان انت تبقى مغيره وفاكر ان هو هيشتغل معاك صح. فتاكد ان الكومبوزيشن بتاع ال 3 دي اليمنت يبقى على ادفانسد مش كلاسيك 3 دي. الكلاسيك 3 دي هو اللي احنا هنخليه هنا. يعني لو جينا دلوقتي عند المين كومبوزيشن بتاعنا اللي هو الكومبوزيشن الرئيسي وضغطنا كليك يمين، رحنا عند نيو وبعد كده ضفنا كاميرا وخلينا البعد البؤري بتاعها مثلا على 35
مللي وضغطنا على اوكي مره كمان، وجينا هنا فتحنا هنلاقي ان هو معمول على ادفانسد. هنا بقى احنا مش عايزينه يبقى ادفانسد، علشان كده احنا اساسا عملنا البري كومبوزيشن. احنا هنخلي ده على كلاسيك 3 دي، وبالتالي هتلاقي كل حاجه زي ما هي، ما حصلش فيها اي تغيير. بعد ما عملنا الانيميشن دلوقتي بتاع ال 3 دي اليمنتس، محتاجين نعمل الانيميشنز بتاعه التكست نفسها. فمثلا دلوقتي لو حطينا كل تركيزنا على اول لقطه، محتاجين بقى نعمل انيميت للتكست بتاعنا اللي موجود في اول لقطه بس، اللي هو الايفون وإز ذا موست. طيب بالنسبه لايفون، فانا هروح هنا هقف عليها واضغط على كنترول سبيس، وهجيب الام بلور داون اللي هي دي، ودي هتلاقوها في البريسيتس، كنت سبتها كتير قبل كده، وممكن اسيب لكم برضو البريسيتس بتاعتي في وصف الفيديو. هنختارها وبس كده، هو ده هيبقى شكل الانيميشن بتاعنا. ولكن احنا نعمل فيه بعض التعديلات، زي ان احنا نضغط على حرف اليو نأخره شويه، وكمان ما نخلوش يبدأ من -100، نخليه يبدأ مثلا من هنا، يعني هنا كويس. وكمان مش هنخليه يبدأ بعيد قوي كده، احنا محتاجينه يبقى قريب اكتر لينا. فلو فتحنا البروبرتيز بتاعه التكست ورحنا عند البوزيشن، ممكن نخليها مثلا من هنا، فده كده هيبقى شكل الدخله بتاعتنا بالنسبه لكلمه ايفون. طيب بعد كده از ذا موست، برضه هناخد من نفس البريسيتس اللي انا بعملها. هنختار مثلا اي كلمه زي موست، ونكتب هنا ليفت، هنلاقي في حاجه اسمها ام سلايد ليفت، هنلاقي الانيميشن ده حصل معانا على كلمه موست زي ما انتم شايفين. بس هبين الكي فريمز بتاعتي، وهلغي النهايه، وهقدم شويه اخر كي فريم، بحيث ان يبقى ده شكل الدخله بتاعتها. وهاجي هنا عند البدايه، هاخد الترانسفورم افكت ده كله كنترول سي، وهحدد الكلمتين الباقيين واضغط على كنترول في علشان يحصل عليهم نفس التاثير. ولكن هنا انا هاخر كل كلمه عن الثانيه، فهنا هتبقى از، وذا هتتاخر عنها ب2 فريم، وموست هتتاخر عن ذا ب2 فريم، فالدخله هتبقى بالشكل ده. حلو، بس ممكن كمان ناخر 2 فريم بالشكل ده. لو جينا نشوف هيبقى ايفون از ذا موست. حلو قوي. نيجي بعد كده للجزء الثاني، خلينا بس ننهي دلوقتي كل اللايرز دي مع بعض، فنجيب ذا وننهيها هنا، ونفس الكلام موست، نقفل كل اللايرز اللي هم اول 5 دول مع بعض، وناخد بعد كده الجزء الثاني بتاعنا ونقدمه بحيث ان هو يبدا بعد نهايه اول واحد اللي هو ده كده انتهى، ده كده هيبدا. وهنا كل اللي احنا هنعمله هو ان احنا هنجيب كلمه popular، هننزلها تحت الايفون، هنسيبها زي ما هي دلوقتي، وهقول لكم ليه. وهناخد كلمه سمارت فون نضيف عليها تاثير الهارش بلور، اللي هو هارش بلور ان باي كاركتر، وده موجود في الافتر افكتس. انت لو كتبت هارش هتلاقي التاثير ده ظاهر معاك، اختاره. وبعد كده ممكن نقدم الكي فريمز بتاعته بالمنظر ده، فده كده هيبقى شكله زي ما انتم شايفين كده. واخر حاجه in the world، هنضغط برضو كنترول سبيس، وهنبحث عن فيد اب، وهنختار فيد اب ووردز علشان يبقى في فيد ان بالشكل ده لكل كلمه من الكلمات. كالعاده هنضغط على حرف اليو ونقدم الكي فريمز بتاعتنا بحيث ان هم يدخلوا اسرع من كده. ولو جينا دلوقتي نسمع الصوت بتاعنا، وهنا in the world بتبدا، فاحنا هنبدا الكلام بتاعنا من هنا. ممكن كمان نخليها بدري شويه، وكمان نقدم الكي فريمز بتاعتنا، هتبقى بالمنظر ده. فكده هي معمول لها sync in the world اثناء ما الفويس اوفر بيقول برضو in the world. زي ما انتم شايفين هنا الايفون الاضاءه فيه لاسعه شويه، فممكن نختاره دبل كليك. كل اللي احنا هنعمله ان احنا نروح عند نيو، وبعد كده لايت، ونختار سبوت لايت، ونخلي الاضاءه بتاعتنا على اللون الابيض، وكمان نعلي الراديوس بتاعنا، مثلا ممكن نخليه على 400، نضغط على اوكي. ممكن نبدا نبعد في الاضاءه بتاعتنا شويه بالمنظر ده كده، ودبل كليك عليها علشان نبدأ نقلل الانتنسيتي بحيث ان الاضاءة بتاعتها تبقى ناعمة بالمنظر ده، فما يبقاش فيه السبوت لايت اللي كان موجود في الاول. فلو جينا نشوف دلوقتي هي كده احسن بكتير. فدلوقتي ده كده شكل الانيميشن بتاعنا. ممكن اخر حاجة نعملها دلوقتي ان احنا نحدد الثلاث كلمات دول، ننزلهم تحت شوية، وكمان نخلي ذا تروح ناحية اليمين شوية، وإز برضو تروح ناحية اليمين شوية، وموست نفس الكلام تروح ناحية اليمين شوية بالمنظر ده. كمان انا عملت تعديل بسيط، ما خليتش الايفون يميل الناحيه دي، خليته يميل الناحيه دي. ونيجي برضو لتاني لقطه، ننزل in the world شويه بحيث ان هي تبقى هنا، وبوبيلر ممكن نطلعها لفوق شويه كده مثلا، وسمارت فون بالتبعيه تطلع معاها. وده كده هيبقى شكل الانيميشن بتاعنا النهائي بالمنظر ده كده. بعد كده خلينا نبدا نعمل الكاميرا موفمنت ذات نفسها. احنا محتاجين نيجي هنا على الكاميرا ونضغط على حرف البي علشان نفعل البوزيشن، وخلينا نعمل كي فريم للبوزيشن، نطلعه قدام شويه ونبدا المشهد بتاعنا من بعيد. فخلينا دلوقتي نفعل ال 3 دي على كل اللايرز بتاعتنا، ونبدا نبعد شويه بالمنظر ده ونمشي، فنكون طلعنا لقدام. هنجيب الكي فريم بتاعنا، وهنا هنيجي رايحين ناحيه اليمين شويه بالمنظر ده. وبعد ما رحنا ناحيه اليمين، فاحنا محتاجين نجيب كل
الاليمنتس بتاعه تاني جزء اللي هم الجزء ده بس، ونعمل لهم تحديد بالمنظر ده ونجيبهم هنا في النص بالشكل ده كده. وبعد كده ممكن نعمل زوم ان شويه بالمنظر ده، بس الاليمنتس نفسها بدأت تكبر، فممكن نحدد كل ده ونبدأ نصغره زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. ممكن كمان نبدأ نعدل بقى في الاليمنتس بتاعتنا بحيث ان الكتابة نفسها تطلع وهنا الكتابة تنزل فتقرب من الايفون ذات نفسه. وده كده هيبقى الشكل الرف للكاميرا موفمنت بتاعتنا. فلو جينا نشوف زوم بنروح يمين وبعد كده بنبدأ نعمل زوم كمان بالمنظر ده. خلونا بقى نبدا نظبط الكي فريمز. فنختار اول 2 كي فريمز، نضغط على F9 ونودي تاني كي فريم اقصى الشمال واول كي فريم برضو اقصى الشمال علشان يبقى بوش ان مره واحده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. وبعد كده هنختار تالت كي فريم اللي هو ده وهننزله كده ونجيبه اقصى الشمال، والتاني ده نجيبه اقصى اليمين، بحيث ان البيك دي او الذروه بتاعه الانيميشن تبقى متناسبه تماما مع الكت اللي احنا عملناها، فبالتالي يبانوا كأن احنا عملنا ترانزيشن ما بين اللقطتين. وبعد كده هنكمل عادي خالص باللقطة بتاعتنا. وبالنسبة لتالت كي فريم من الناحية التانية هنجيبه أقصى الشمال والتاني ده هنجيبه أقصى اليمين. ولو جينا نشوف دلوقتي ده كده شكل الانيميشن. حاجة بس ممكن نعملها وهي ان احنا في الترانزيشن ده نقدم ده ثانيتين ونأخر ده ثانيتين. ولو جينا نشوف ده كده شكل الانيميشن بتاعنا. بعد كده خلينا نعمل الترانزيشن اللي بيروح ما بين اللقطه دي واللقطه دي، وده هنعمله ازاي؟ عن طريق ان احنا هنضغط هنا على نيو، نجيب adjustment layer ونخلي الادجستمنت layer بتاعتنا تبدا مع بدايه الكي فريم الاول، فنشيل كل اللي فات ونيجي هنا كنترول شيفت دي نشيل كل اللي جاي، مش محتاجين بس غير الحته دي في الادجستمنت layer، ونديها مثلا لون مميز زي الفوشيا ده. واول تاثير هنحطه وهو الجاوسيان بلور، نجيبه ونعمل له كي فريم، وهنا الكي فريم في الاول يبقى 0، ونيجي هنا عند الاخر نعمل كمان كي فريم فيبقى برضو 0، ونجيب التلاتة كي فريمز دول نخلي ده في النص، فنبقى احنا هنا مفيش اي بلور، هنا بلور، وبعد كده الشاشة بترجع شارب تاني. ممكن كمان نخلي البلور دايمنشنز على هوريزونتال بس ونرفع البلورنس شوية فيبقى البلور في اتجاه واحد اللي هو يمين وشمال، لان هو لو فيرتيكال واخدين بالكم هيبقى فوق وتحت، احنا بس عايزينه هوريزونتال بالشكل ده. بعد كده هنجيب تأثير كمان وهو اسمه ميني ماكس، وهنخلي الاوبريشن بتاعنا على ماكسيمم زين مينيمم اللي هو رابع اختيار، وكمان هنعمل كي فريم للراديوس بحيث ان احنا نبدأ بكي فريم 0 زي ده، وننهي كمان بكي فريم 0 نحطه في الاخر، وفي النص مثلا نخليه على 20، ممكن كمان نخليه على 25، وبعد كده هنخليه على just horizontal بالمنظر ده. وده كده هيبقى شكل الترانزيشن بتاعنا بالمنظر ده. لو جينا نشوف لحد هنا ده الشكل النهائي معانا، لحد هنا احنا ماشيين تمام. بعد كده هنروح نضيف الفيجوال افكتس بتاعتنا. بالنسبه للفيجوال افكتس فانا هضيف كذا حاجه. اول حاجه منهم وهي الباك جراوند بتاعه الفيديو ده هو الباك جراوند بتاعته سودا، ممكن نخليها سودا ونكمل الفيديو زي ما احنا، ولكن لو احنا ضفنا باك جراوند شكلها هادي شويه فهتدي تاثير كويس على الفيديو. والباك جراوند اللي انا هضيفها هي الباك جراوند دي، ودي برضه هتبقى موجوده في الاسيتس. كل اللي انا هعمله ان انا هحطها اخر حاجه من تحت بالشكل ده، وهفعل ال 3 دي بتاعها بحيث ان هي تبقى بتتحرك مع ال 3 دي انيميشنز اللي احنا بنعملها. ولكن لو جيتوا هنا في البدايه هتلاحظوا ان هي شكلها صغير، فاحنا هنكبرها في البدايه بالشكل ده ونكبرها شويه كمان، ممكن نوديها شويه كده فتبدا تدخل واحده واحده بالمنظر ده. وهنا علشان احنا عملنا حركه كبيره شويه فاحنا هنعمل لها كات هنا وهنبدا نظبط فيها بحيث ان هي تظبط برضو مع اللقطه الثانيه بالشكل ده كده. ممكن كمان نعمل لها حاجه ان احنا نكليك يمين عليها ونطلع فوق عند ترانسفورم ونعمل لها فليب فيرتيكلي فتتقلب بنسبه 180 درجه فيبان ان هي شكلها مختلف او ان احنا رحنا من مكان لمكان. لو واخدين بالكم الحته اللي ظاهره هنا موجوده تحت ولكن الحته اللي ظاهره هنا موجوده فوق، فده كده بالنسبه لاول حاجه. نفس الحته دي احنا هناخدها كنترول سي كنترول في ونطلعها من فوق خالص ونكبرها بكبر الفيديو، ونبدا برضو نكبر حجمها بالشكل ده كده ونتاكد ان هي مغطيه بس الفيديو كله، يعني هي دلوقتي ماشيه مع الفيديو كله مفيش اي مشكله. وكل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنروح عند البلند مود بتاعها ونخليه على سكرين بحيث ان هي تبين اللي تحتها، وبرضه نعمل لها جاوسيان بلور علشان تبقى مشتته شويه بالمنظر ده كده. فزي ما انتوا واخدين بالكم هي الحاجات اللي معمول لها بلور دي، واخدين بالكم. بعد كده خلينا نضيف تاني حاجه معانا وهي اللينس فلير. اللينس فلير هنروح نجيبها من هنا، فانا هختار اول لينس فلير هحطه على اول لقطه بالشكل ده، وهتاكد كمان برضو ان هو 3 دي بحيث ان احنا لما نتحرك في ال 3 دي وورلد بتاعنا يبقى اللينس فلير برضو بيتحرك، وكأن اللينس فلير ده هو اضاءه معكوسه على العدسه بتاعه الكاميرا فبتتحرك معانا
زي ما انتم شايفين، وممكن بس ننزلها بحيث ان هي تبقى هنا، وكمان نغير مكانها نخليه هنا مثلا بالمنظر ده، ونيجي هنا نعمل لها كات، مش عايزينها خلاص، ونحط تاني لينس فلير معانا وهو اللينس فلير ده بالمنظر ده كده. نفس الكلام نفعل له ال 3D ونتأكد ان هو موجود هنا في مكانه الصح. ممكن احطه هنا مثلا واخليه يبان تحت الايفون مش قدامه، ممكن اوديه ناحية الشمال شوية. كمان انا محتاجه يبدأ يبان من هنا، فكنترول شيفت دي علشان نشيل كل اللي فات، فنبقى احنا ماشيين معانا اول لينس فلير، بنعمل الترانزيشن بتاعنا، بندخل على تاني لينس فلير زي ما انتم شايفين. بعد كده خلينا نحط تكستشر، وهو التكستشر ده زي ما انتم شايفين شكله، بس انا هبدأ اظبط مكانه بحيث ان هو يبقى بادئ من هنا، وكمان هفعل ال 3D بتاعه واحطه بقى تحت الكاميرا بالظبط، واخلي البلند مود بتاعه على سكرين، واتأكد ان هو بمقاس الشاشة بتاعتي. فده كده هيبقى شكل التكستشر بتاعي، هو اللي مدي تون ازرق شوية، يعني لو شلناه هتلاقوا الدست اللي موجود هنا برضو اتشال، فده كده شكله قبل، ده كده بعد. واخر حاجة انا هضيفها وهي الفوج. هجيب الفوج او الدخان بمعناه يعني بالعربي، برضو هخلي البلند مود بتاعه على سكرين، بس هقلل الاوباسيتي بتاعته شوية كده مثلا. ممكن اعمل له ماسكينج بحيث ان هو يبقى بس في الحتة دي. هعلي الفيزر بتاع الماسك بتاعي عشان يبقى فيدد بالمنظر ده، وممكن اخده من مكانه هنا اخليه تحت خالص وانزله بحيث ان هو يبقى عند الكتابة بالمنظر ده، ونفعل ال 3D بتاعه علشان تبقى اول لقطة هو هنا في المكان المظبوط، وتاني لقطة نعمل له سبليت ونحطه في مكانه المظبوط اللي هو برضو تحت الكلام في النص. لو شفنا اللقطة دي فاحنا عندنا كلمة popular هي ظاهرة ورا الايفون، ولكن انا حابب ان الستروك بتاعها يبقى ظاهر فوق الايفون الستروك بس، زي ما انتوا كنتوا شفتوا في بداية الفيديو. فدي بتتعمل ازاي؟ بكل بساطة انت هتروح عند اللاير بتاعت popular، هتعمل منها نسخة زي ما هي النسخة دي بالظبط، ولكن هتروح عند البروبرتيز هتقفل الفيل بتاع التكست وتفعل الستروك، وهتخلي الستروك بتاعك على اللون الابيض، وكمان هتخلي الستروك بتاعك على 2 مثلا، وتطلعه فوق اللاير بتاعت الايفون 17. علشان كده انا قلت خلوا اللاير الاساسيه بتاعت بوبيلر تحت الايفون 17، فهتلاقوا ده كده شكل الستروك بتاعنا. نفس الكلام خلينا نعمله في الاول، ناخد اللاير بتاعت الايفون ننزلها لتحت شويه كده مثلا، وننزلها تحت اللاير 3 دي بتاعت الايفون بحيث ان هي تظهر وراه بالمنظر ده. نعمل منها نسخه، نطلع النسخه دي فوق، نفعل الستروك بتاعها بالمنظر ده، ونخلي الستروك بتاعنا على اللون الابيض ونخليه على 2 بس. وزي ما انتم شايفين هتلاقوا في فرق بسيط ما بين اللاير بتاعه الستروك واللاير بتاعه الفيل، بسيطه. اضغط على حرف الاس علشان تشغل البروبرتي بتاعه السكيل، وصغرها حاجه بسيطه قوي بالمنظر ده. وممكن كمان تعمل لللاير بس بتاعه الستروك تراك مات من هنا، وتربطها باللاير بتاعه الايفون ال 3 دي. هتلاقي اللاير بتاعت الايفون اختفت، مفيش مشكله، شغلها، هتلاقي بس الستروك ظهر معاك في الحته دي. بعد كده احنا محتاجين نضيف جلو على الكتابه بتاعتنا، فخلينا نروح عند اي لاير زي اللاير دي مثلا، ونضغط على شيفت سبيس ونجيب بلجن ديب جلو. ودي بلجن مش موجوده في الافتر افكتس، فانت هتحتاج تشتريها لان هي مدفوعه. وهاجي هنا عند الراديوس هضغط شيفت وهبدا اقلل فيها لحد هنا مثلا، وكمان هضغط شيفت عند الاكسبوجر وهبدا اقلل في الاكسبوجر بتاعي بحيث ان هو يبقى جلو بسيط قوي زي كده. ونحدد اللاير بتاعت الديب جلو، نضغط على كنترول سي، نيجي هنا كنترول في علشان نعمل نفس التأثير هنا على الكلمة دي. وعند اللاير بتاعت بوبيلر والستروك بتاعها نحدد الاثنين، كنترول في، هنلاقي برضو الستروك اتضاف على اللاير بتاعت بوبيلر والستروك بتاعها. نفس الكلام هنا، نختار كل اللايرز بتاعت التكست، نضغط على كنترول في، هنلاقي الستروك بتاعنا اتضاف عليهم كلهم. واخر حاجه احنا هنعملها في الانيميشن ده وهي ان احنا هنجيب لاير ادجستمنت لاير جديده، هنحط بوسترايز تايم افكت على المشهد كله بحيث ان هو يبقى على 17 فريم او 16 فريم، هيبقى لطيف. فلو جينا نشوف دلوقتي ده كده الشكل النهائي للانيميشن بتاعنا. iPhone is the most popular smartphone in the world. وبس كده، دي كانت كل حاجه بالنسبه لفيديو النهارده. زي ما قلت هتلاقوا كل الاسيتس موجوده تحت الفيديو، وممكن تشوف الفيديو ده تاني وتطبق معايا خطوه بخطوه، وده لو انت ما كنتش عملت كده لاول مره. وقبل ما اقفل الفيديو ما تنسوش ان في خصم 60% على كورس مونتاج المحتوى. لو انت حابب تتعلم ستايلات مونتاج تانية كتير فانا هسيب لكم رابط الكورس بتاعي تحت في الوصف. وبس كده، اخيرا لو الفيديو عجبك فما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.